الزمان الخاني يا ريت ولو كان خانك. ظلم الزمان الخاني يا ريت ولو كان خانك. جرت واتنكرت لسه بقرايب وعشانك واكتر عشانك يا سلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم، تحية صباحية وتحية مساعية للناس البعيدة. تحياتنا لكم كثير أينما كنتم في داخل السودان وخارج السودان. نعتذر برضو للمرة الثانية. اللايفات مع الصباح طبعا صعبة شوية، صعبة شديد جدا للناس، لكن ما في طريقة وما في يعني حل غير كده. تحياتنا لكم كثير. تحياتنا لك كده الحاج، ان شاء الله طيب يا اخي، كيف امورك وصحتك؟ تحية طيبة لكم كلكم، يعني تحياتنا لكل الناس بدون فرز. طيب نحن دايرين نواصل في نفس الخط اللي نحن ماشيين فيه، او في نفس الرؤية اللي نحن شايفين انه ممكن تودي الشعب السوداني لقدام، او ممكن تحل جزء من القضايا للشعب السوداني. طيب نحن دايرين نواصل في نفس المشوار، ممكن الحلقة رقم 4، ودايرين الوتر الحساس بتاعت كيفية أنه السودان يكون سودان. طيب الشعب السوداني ممكن نتكلمنا أمس في قصة أنك أنت سوداني برا بتكون كويس، بتكون نظيف، بتكون شغال، يعني نظيف في عملك، يعني عفيف، إنسان يعني بتحب عملك وبتحب شغلك وإنسان أمين، دي حاجة كويسة. لكن كده نشوف الموظف السوداني يعني كسول ولا بيقدم شنو ذاته بالنسبه كده، نسبه كده حسابيا كده، الموظف السوداني ده بيقدم شنو؟ انا شفت مقطع لواحد دكتور تقريبا اماراتي ولا هو كويتي، انا ما عارف، المهم من دول الخليج دي، وكان بيعمل مقارنه، عنده دراسه كده، قاعد يعمل محاضره بيتكلم في الكسول بتاع الموظف. يعني قام ضرب امثال لدول معينه، مصر اداها نسبه، والجزء من الدول الثانيه اداها نسبه، وللاسف لما جاء في السودان يعني ادى نسبه ضعيفه جدا. قال الموظف السوداني بيقدم كم نسبه اللي بيقدمها للدوله؟ كم؟ اقل من 2% من يومه، اقل من 2% من طاقته، يعني من طاقته البشريه كده، اقل من 2%. والسودان الان في اوروبا بيقدم 99%، وفي امريكا بيقدم 100%، وفي اوروبا بيقدم 100%، وفي الخليج بيقدم 100%. لكن في السودان ما قاعدين نقدم الكلام ده. في السودان ما هنقدمه لانه اول حاجه الوطنيه صعبه، ما في وطنيه، ما قاعدين، وطنيتنا ضعيفه جدا بالمناسبه. يعني احنا ما عندنا حب الوطن او يعني حتى الموظف السوداني ممكن ترشيو، ممكن تجي انك انت دار تطلع جواز، تمشي تلقى عسكري تقول له حاك الجواز بكم، مثلا بكذا، الشغله دي انا دايره سريع، الشغله الرشوه بقت موجوده وما هيشتغل. الموظف بتاع المويه بتاع الهيئه، ناس الكهرباء، ممكن تمشي يقول لك والله ناصر الفطور، هو جا هسي بس جا يقول لك والله النادل ما في، تلقى الموظف ما في كويس، او تلقاه قاعد يعني في اسمه ده بيعمل له في حاجات معينه كده، يلعب بتليفونه. فحته دي دايرين هي دي ذاتها ثوره، دي الثوره ذاتها. الناس اللي بتتكلم عن توحيد ما التوحيد، نحن كده خلينا نتكلم ان السودان في حاجات كثير احنا اتكلمنا فيها ما فيه الكفايه، والان عملت نتيجتها موجوده في الشارع السوداني. احنا عارفين بنقول في شنو وبنسوي في شنو، 200 نرجع للتوحيد الناس هنا، و200 نعمل قوه موازيه للجنجويد هناك، دي حاجات نحن عارفينها وبنسوي فيها كيف عارفينها. لكن كده خلينا نجي نشوف الدكتور او المحاضر ده يعني هو قال شنو. بعد ذاك من احنا نمشي لقدام، نمشي لقدام ان شاء الله كويس. وبعد ذاك ان شاء الله برضو بقول للناس، واضح ان عندنا ازمه تخلف. الازمه الرئيسيه الثالثه التي تعصف بالامه هي ازمه فاعليه، عدم انتاجيه. يعني انت لما تروح الصبح وتشوفوا زحمه الناس في الشوارع ويتسابقوا ويتدافعوا عشان يروح العمل ويلحق على التوقيع عشان يقعد يشرب شاي ويقرا جريده، مش كده؟ تم إحصاء إنتاجية الموظف في القطاع الحكومي في الكويت أو في الخليج بشكل عام، فوجدت أن إنتاجية الموظف في القطاع الحكومي
هي ربع ساعة في اليوم، وهي نسبة أحسن بكثير من مصر، حيث الإنتاجية 5 دقائق في اليوم للموظف. 5 دقائق. أما تقرير وزارة التنمية الإدارية في السودان، تقرير عن فاعلية الموظف في السودان، فهي 3 دقائق في اليوم. 3 دقائق في اليوم. ويقولوا ليش يسبقونها؟ تكدس في الموظفين، بطالة مقنعة، لا عمل لهم ولا إنتاجية ولا فاعلية. إياكم أن تكونوا من هذا. واسمعوا مني كلمة، لأني أدرس علم اسمه القيادة الأخلاقية. أي موظف سواء يعمل في حكومة أو في قطاع خاص أو في عمل مدني ما يعطي الدوام كاملا، فيتأخر في البداية ويخرج في النهاية ويتسلل لواذا أثناءها، فهو حرامي. نعم حرامي، لأن الحرام يسرق مال، وهذا يسرق وقت مدفوع عليه مال. اتقوا الله. واضح ان عندنا ازمه تخلف. طيب، وانا بحييه، هو كويتي. طيب انا بحييه، الدكتور ده انا بحييه على الكلام اللي قاله ده. قال لكم اياكم ان تكونوا من الناس ديل. 3 دقائق موظف السوداني، 3 دقائق بس، و3 دقائق دي ذاتها بالواسطه. يعني بيشتغل الموظف السوداني 3 دقائق. طيب الما موظف ده بيشتغل شنو؟ الما موظف بيتملص نظيف، بيشيل مصاريف من ابوه، واتشاب في عمر 19 20 22 جامعته تكون مقفوله، ولا ابوه عنده ظروف ما قادر يدفع له الرسوم، بيمشي النادي، بيمشي بيتحكر قدام ست الشاي، بيمشي بيتحكر قدام محل الاتاري عشان يلعب. مع احترامنا لست الشاي يا اخي، التحيه لها يا اخي، كويس؟ بيمشي بيقعد، ما بيمشي بيشتغل طلبه. لكن تعال لما نمشي هسه الليله في اوروبا، نحن في اوروبا هنا مش تشتغل طلبه، نحن بنفتش عشان يسقلوك في المصحه، عشان تكنس الشارع، عشان تكنس الشارع ما بتلقاه. انت قايل الكنيس هنا بتلاقي، والله وطالله الناس اللي في اوروبا هنا الشغل الشغالينه لو كان بيشتغلوا في السودان، في السودان فقط واحد بيعمل له بير بتاع المويه وبيشتغل 48 ساعه، اول 24 ساعه اللي بيشتغلها في اوروبا، لكان السودان بقى جنه العالم. لكن لا، ما حنشتغلوا هناك، دايرين نلبس نظيف ودايرين نستحي ودايرين ونخجل، ونجوا هنا نشتغلوا كالبغال، والله العظيم زي البغل، بس يربطوا لك كده، وزي الجمل بتاع العصاره، الواحد تلقى بس يربطوا له عيونه. يا اخي الواحد بيمشي الشغل بيشتغل 8 ساعات، بيجي راجع داير يمشي يشتغل شنو؟ الشغل بتاع التوصيل بتاع الاكل داك، بيجي يفتح التطبيق، بيمشي يشتغل له بيلقى له 15 20 30 يورو، بيحطهم في حسابه. ده في اوروبا هنا. الناس الموجودين في اوروبا وفي امريكا، ممكن في اوروبا الناس شويه احسن من ناس امريكا. في امريكا الناس بتشتغل 24 ساعه وما مكفيه. في كندا وفي استراليا سودانيين شغالين زي الطواحين. لكن في السودان ما حنشتغل. دايرين نشتغل في السودان يا اخي، دايرين نعمر السودان، دايرين نكونوا احنا الطاقه اللي عندنا اللي بنستفيدوا منها، اللي بيستفيدوا منها الاخرين، اللي نستفيد منها نحن. لكن كيف؟ ان نتراجع اول حاجه، ونتواضع، ونحب الوطن، ونقف وقفه حقيقيه، ونقف ضد الظالم، كويس؟ ونحاسب انفسنا اول حاجه في اي شغل نعمله. يجب انسان يحاسب نفسه. في اي شغل انت تعمله يجب انك انت تراجع نفسك. تراجع نفسك، هل انه انت قاعد تعدي وظيفتك دي حقيقيه؟ انت كموظف او انت كموظفه الليله امشي لناس الاراضي زي الزمن الحسي بتكلم معكم ده. الان تقريبا في السودان الساعه 12 الا تقريبا، لانه عندنا الساعه هنا الساعه 10 و46 دقيقه، في فرق بيننا وبينهم ساعه، او بيننا وبينكم ساعه، كويس؟ الزمن ده بتمشي تلقى الموظف طوالي مشى طق شنو الفول بتاعه، او جابوا له سندوتشات، وجابوا له شنو القهوه حقته ريست. تمشي البطاقه تلقى الناس دي لافه، المواطنين قاعدين
وهناك هم بيتونسوا في اليوم أو في الجوازات. يقول لك والله يا أخي في اليوم بيعملوا كم؟ والله 100 بس. طيب الباقي كم؟ لكن لو شالوكم لكشة عشان تمشوا تدقوا المظاهرين، العساكر الرمم ديلك، الميليشيات بتاعت الشرطة الشعبية والشرطة الأمنية ديل بيشتغلوا. لو قال لكم أقفلوا الطرق بتقفلوا الطرق بتشتغلوا، لكن ما قاعدين تشتغلوا شغل في الدوام كده، شغل رسمي ما قاعدين تشتغلوا. لازم تعرف الكلام ده كويس. عشان كده الدولة دي ما عندها إنتاجية ما عندها، ما في أي نوع من الإنتاجية. في أي حتة في ركود تمشي بتاخذ أي محل بتلقى التخليص الحاجات مركونة قاعدة. يقول لك العربات دي لسه التخليص بتاعها ما انتهى ليه؟ والموظف أول ما جات الساعة 3 تلقى طابق شنطته بيقفل في حاجاته. اشتغلت كم ساعة أنت؟ راجع نفسك يا أخي، راجع نفسك. نحن بيضربوا بين المثل في الطيبة وفي الكرم وفي الشجاعة برا، لكن لا يمكن يضربوا بين المثل في داخل بلدنا بالكسل وبالجبن وبأكل الحرام. يعني انت تجي لوظيفتك دي ما تطبقها صح، ما تشتغل صح. يا اخي انت شغال في اي مؤسسة يجب انك انت تحاسب نفسك يا اخي. المحاسبة مهمة وحب الوطن مهم. لما تجي للسودان، لما تجي انت كموظف في شركة او موظف في مؤسسة حكومية، لما تجي الصباح اعرف نفسك انك انت جيت في بيتك الام، البيت الكبير اللي هو بيت السودان، بيت جمهورية السودان. انت شايل شعار السودان، انت نفسك تعرف نفسك انك انت سوداني. مفروض يكون في نشيد الوطن في كل مكتب لما تجي خاش كده، لانه دي الدولة. شفنا امبارح في المباراة بعد ما خلصت، الشعب اليابانيين في المونديال، الناس المشجعين رموا الكريستالات ورموا كل شيء، والعلامة القطرية رموها تحت في الكراسي. اليابانيين مشوا لقطوها. يا ما شعب، يا ما ناس متطورة. أين نحن؟ أمشي سوق الشعب بدرمان، الواحد قدامه هناك قدام المجرى بتاع المويه هو فارش الملابس، وباقي الأكياس دي لما تنتهي طوالي برميها طوالي في نفس المجرى ذاته بذات نفسه. ما في نفير في السوق، ما في نفير في السوق. والشركات بتاعت النظافة شركات خاصة ما تابعة للبلدية، ما في إنتاج. كل شغل بيعملوه شنو؟ شركات خاصة. بنعمل شركات خاصة للنظافة، شركات خاصة للأسواق، شركات خاصة ماسكة السوق بتاعت الضرائب، شركات خاصة ماسكة الأكشاك. ده كله حرام، ده كله مال بيمشي ساكت. من المفترض المال ده كله يكون تابع للبلدية. الدكاكين، الأرضية، الإيجارات، النظافة، الصحة، الحاجات دي كلها يجب نحن نشارك فيها. دي النهضة نحن دايرينها. ودي بيجيبها شنو؟ بتجيب الوطنية. لأنه أنت الليلة لو قدام دكانك بتنظفه وأنا بنظف قدام دكاني، أي نعم ما في عربات قاعدة تشيل الوساخة هناك مكدسة في محل المكب، دي ما مسؤوليتك أنت محل المكب ده ما مسؤوليتك كمواطن سوداني، لكن قدام دكانك مسؤوليتك كمواطن سوداني. قدام حتة اللي بتفرش فيها الطماطم واللي بتفرش فيها البصل واللي بتفرش فيها الفول دي أنت مسؤول منها وأنت مسؤولة منها. أما محل المكب ما مسؤوليتك، دي مسؤولية الدولة، دي مسؤولية الموظف اللي بيجي بيتم له 3 دقائق ده، والتجي بتتم لها دقيقتين، نصها في الواتساب ونصها في التليجرام ونصها في جريدة الدار ونصها في جريدة أخبار اليوم. وبالشيء سنططة بالمسا بتمرق، بتلقى البنك كله مكدس. الناس قاعدين في البنك يقول لك والله يا أخي الأسون ده الصرف متأخر شديد، ولما تجي تشوف إحصائيات البنك تلقى موظفين بالآلاف، ولما تجي في الكاونتر كده تلقاهم نفرين بس شغالين، الباقي وين؟ قاعدين يضربوا الفتة. فهمت؟ قاعدين يضربوا الفتة لأنه ده عدم الرقابة. والصباح بدري بيجوا تلقى البنك ده عامل شنو؟ التمام بالبصمة والخروج بالبصمة. البصمة دي انت مش عملتها، عملت بصمة جوا بتاعت الشغل،
هل راجعت انه الموظف ده بيشتغل كيف؟ هل راجعت انه الموظف ده في اليوم بيقضي لك كم ساعه من المفترض انه يشرب الشاي ولا يصلي ولا بتاع؟ ده في زمنك، ده في زمنك. اذا انه المؤسسه قالت لك انه زمن الصلاه تمشي انك 5 دقائق او 10 دقائق مشيت صليت، خلاص ما في مشكله، امشي صلي وتعال. المؤسسه دي دايره انتاج، بعد الصلاه عندك صلاه الظهر انت في المؤسسه، صلاه العصر انت في المؤسسه، بتاخد كم؟ بتاخد 20 دقيقه، صح؟ هاي في ناس طبعا بيمشوا بيصلوا برا وبيسبحوا وبيدبحوا وبيشربوا الجبنه حتى بيجي في ساعه. هاي اشتغل لي الساعه دي. نعم ايوه نعم اشتغل لي، اشتغل لي الساعه دي. يا اخي انا صليت، انا ما عندي ما شغله، انا دوله، انت صليت هاي الله يقبل. اشتغل لي الساعه دي. يعني امرق الساعه كم؟ تمرق الساعه 5 يا هبه، تمرق الساعه 5. اشتغل شنو؟ قرش الشغل اللي خلصته الليله ده، ما تخلي لي بكره. نعم ايوه نعم، ما في شغل بيت، ما تمشي. لا لا انا ما عندي بيت بترضع وكده. عندك بيت بترضع اي تاخذ اجازه، تاخذ اجازه، تاخذ اجازه وتجنبي. اشتغلت كم؟ اشتغلت سنه في الدوله ما في مشكله، تجنبي سنه كامله انت كانسانه، يعني عندك طفله مرضعه تجنبي وتاخذي مرتب ما في مشكله، تاخذي حوافز مرتب اقل من مرتبك الاول. اجازه بالمرتب ما اجازه بدون مرتب، لانه ده حق في النهايه الطفله دي مسؤوله منها الدوله. نحن دايرين الدوله التسامح اللي نحن هسه ماشيين فيه او طريقه بنايه الدوله اللي نحن دايرين نمشي فيها، دايرين نعمل دوله حديثه، دوله ما فيها كسول، دوله ما فيها تواطؤ، دوله ما فيها تخاذل، دوله ما فيها يعني نوع من الارزاقيه او ارتزاق، دوله تشيلنا كلنا، تشيل المراه والرجل، تشيل الطفل والطفله، دولة تحافظ على حقوقها. لكن دارين الشعب ذاته يحافظ على الدولة دي يبنيها، لأن الدولة دي هي ما أصلا يعني ما التراب بس بيقوم كده بيقوم لك قنطور بيجي بيحكمك، ما أنت البشر ده اللي بتحكم الدولة واللي بتأسسها، ما زول تاني. لكن لمتين قاعدين كيمان، ديل ناس بحري، ديل ناس الحاج يوسف، ديل ناس بري، ديل ناس الرياض. مشينا حفله بتاعت منو، مشينا عرس اسمن ده الميقومه، مشينا ما بعرفوا لك صالحه وما بعرفوا لك والله نحن بعد شويه كده ماشيين الطايف، وامبارح عندنا حفله في محل الفلاني. كل الموظفين قاعدين كده. او مشينا تعشينا في الأبيض، ماشيين وتعشانا، ماشيين مروابه، ماشيين تندلتي، ماشيين حوش السمك. انت قايل شنو؟ ها؟ واخر الشهر بمشي بصرف، بتمشي بتصرف انك صندوق قعدات بالله بنات الخاله في محلين داك الصرفه 200. والله الا تسال مجدي في البنك ترى بالمناسبه بالواتساب ترك مجدي هاي صرفها دي حتصرفها ولا تخليها لفلان. هو يا ناس هوي يا اخي امشي بعد ما تخلص، امشي اعمل الصرفه في بيتكم، امشي اعمل الصرفه هناك، ما تعمل جوا البنك. ديل بحاسبهم منو؟ دايرين دولة حديثة. الدولة الحديثة دي دايرين نعمل دولة حديثة، دولة بمواصفات. أول حاجة ما فيها كسل، نحارب الكسول. 1 نحارب عدم الوطنية. 2 نطالب بدولة حقيقية، والاقتصاد يترفع والاقتصاد يتوزع على الدولة بالتساوي. نجي نوزع مثلا، نجي نشوف الدولة دي الموارد حقتها شنو، نقوم أول حاجة نوزع الموارد الثابته كده الاساسيه نوزعها على الدوله. مثلا نحن عندنا اقليم، مثلا اقليم الوسط، اقليم دارفور، اقليم الشمال، اقليم الشرق، اقليم النيل الازرق، اقليم كردفان. عندنا 1 2 3 4 5 6 اقاليم. كويس. انا عندي موارد، عندي حاجات مؤسسه كده بتدخل قروش. مثلا عندي الجوازات، مثلا الجواز ده مثلا كله يطلع من الشمالية على مستوى جمهورية السودان. أي جواز يكون الكنترول حقه في الشمالية والرسوم تندفع. الرسوم دي تدفع انت إن شاء الله، تدفع في تندلتي، تدفع في غرب دارفور. الحصيلة بتمشي البنك، رئاسة البنك بتاعتها هناك وين؟ في الشمالية. يطلعوا منهم ضرائبهم وحاجاتهم. دل الشمالية.
نجي نشوف الرقم الوطني على مستوى جمهورية السودان، مثلا إقليم الوسط. أنت دار تطلع الرقم الوطني أي إن شاء الله في أمريكا، ويلقوا لك جنة، دار تعمل لك جواز، دار تعمل لك جنسية، الرسوم بتمشي وين؟ طوالي تمشي شنو؟ النيل الأبيض. ده انتهينا منه صح؟ ده دخلي مشكلة. أيوة ده 2. نجي نشوف الدمقة. الدمقة الواحدة اللي بجنيه دي هاي اللي ب5 جنيه دي هسي ما أعرفها بقت بكم. الدمقة دي بس بسيطة. أي دمقة، لما نقول الدمقة أي دمقة، الدمغات كلها أي دمغة بتندفع لمحكمة، الدمغة دي بتندفع للبسطة، الدمغة دي بتندفع أي دمغة. أي الشريك مثلا. نجي نشوف شنو البطاقة القومية. النيل الأزرق كويس. انتهى هنا. لا رخصة القيادة، فاهم؟ أي إقليم طوالي. انتهت هنا؟ لا لسه ما انتهت. الإيصال بتاع الضرائب لإقليم 1 2 3 4 5 6. ده كده يبقى أنه أول حاجة الشغل بيكون بالمحليات. ده بس ده دخلي بتاع الدولة. أنا ببسيط كده بس حاجة مبسطة قمت وزعتها بالتساوي لجمهورية السودان بالتساوي. يعني الدخل بتاع الجوازات كويس بيكون الإقليم عنده مثلا نسبة كم في المية كويس، والمركز كسودان عنده مثلا نسبة كده في المية. نفس الشيء بالتساوي، ما في حاجة بقول لها دي ولاية أكتر ولا ده إقليم كتلو أكتر ولا بتاع. لا بالتساوي. الناس تعمل شير ولايك كويس. ما حنطول نحن ما حنطول، لكن برضو عندي لك راي، لانه اللايفات الجايه دي حنسجلها ونرفعها لك مسجله، لانه ممكن الزمن لللايف تاني بيكون ما في الايام الجايه دي، لكن حنسجلها وحنقطعها بعد ذاك نرسلها لك في الفيسبوك او عبر اليوتيوب وننشرها لك في الفيس ان شاء الله كويس. بعد ذاك بنجي الحاجه دي بتكون مسؤول منها شنو؟ اي محليه مسؤوله منها البلديه. اي شيء، الدكان، التراخيص، النظافة، الصحة، الشنو، ده كله مسؤولة منه شنو؟ المحلية. المحلية هي المسؤولة، هي اللي بتوزع الفساحات، هي اللي بتأجر الفساحات، هي اللي بتطلع حاجات النظافة. الحاجات دي كلها مسؤولة منها شنو؟ مسؤولة منها المحلية. الضابط بتاع المحلية مثلا محلية حلفة، الضابط بتاع مدير محلية حلفة هو المسؤول من حلفة كلها. لا الوالي، ما عندي قضية أنا بالوالي يا زول، الوالي الحاكم ده شغل تاني. أنا بتكلم في التنمية هنا. يعني الدكاكين اللي بتتعجر، المساحات اللي بتتقطع، العيار بتاع الشركات، النظافة، الحاجات دي كلها. ما في شركة بدوها أمشي أعمل سب كونتراك، أمشي أقطع الشجر، أو شركة قال جابوها شركة الطرق والجسور الفلانية ومشت نظفت ومشت قطعت، وشركة النظافة دي أدوها لناس فلان. ما في كلام زي ده. الشركات تكون تابعة للمحلية. المحلية دي عشان تكون شنو؟ عشان تكون غنية. ده ما دايرين نمشي فيه. لو عملنا كده ما دي الدولة اللي احنا دايرينها. لكن الدولة اللي دايرينها دي لا يمكن تجي بدون تسامح. نتسامح مع أنفسنا أولا، ونشوف الوجيع الموجود في السودان ده كله، سواء كان في الشرق، سواء كان في الغرب، سواء كان في الجنوب، سواء كان في الوسط. يبقى أنه همنا الأول والأخير نجي نشوف وين السودانيين المتضررين الآن ناو، نمشي نزورهم، نعمل قوافل شنو؟ قوافل التسامح. قوافل التسامح لأهلنا في دارفور، لأهلنا في النيل الأزرق، لأهلنا في شرق السودان. نعتذر لهم، نقول لهم والله نحن كشعب سوداني، وأنا من هنا بوصل رسالتي لأهلي كلهم في شرق السودان، أنا بعتذر لكم بالإنابة أن الشرفاء والشريفات من أبطال من الشعب السوداني، لأنه أنتم عندكم أكثر قرابة 1000 سنة بتموتوا عطشا. ما قدرنا وصلنا لكم المويه، وما طلعنا بمسيرة أنه عشان نحرر لكم المويه تصلكم، ورغم أن السودان
موجود في المويه، عملوا لكم سدود ما عملنا لكم اي حاجه، بنعتذر لكم في دي. وده حق، ده حق بالمناسبه. ناس بيموتوا عطش في السودان، هاي في السودان ده المطر الكثير ده كله بيموتوا عطش. عدم الصحه والتعليم في شرق السودان، والعبادات الجماعيه في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان، واهلنا في الشمال بيموتوا بالنفايات النوويه. والله بيموتوا. يقول لك لا 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 دي جلابه، ما في حاجه يقول لها جلابه هذول، دي طفيليه برجوازيه، شويه حراميه نصابين من الوسط ومن الشمال ومن الشرق ومن الغرب، لموا عملوا لهم حليله قاعدين ياكلوا في السودان ده. ما اكثر ولا اقل. ناس ليو فلان وفريق فلان ودكتور فلان ودكتور علان، ديل كلهم لحم راس. ديل نحن دايرين نحاربهم. دايرين نحاربهم بشنو؟ دايرين نحاربهم بالوحده. امبارح شفتوا ناس الجيد وما الجيد الكيزان ماشيين جايبين، يا اخي انا بيني وبينك انت هسي زي الشيخ الجيد ده، انت دول عمرك 70 سنه او 80 سنه، ما في قانون حق بيخليك انك انت تفاوض، ما في، لانه انت الان خلاص عقلك بقى زي الطفل. ادوا الفرصه للشباب، والكيزان بيمشوا بيحتضنوا شنو؟ الهات. يقول لك امك المرغني جاي امشي استقبله، والمرغني ده بيتوب 200. نعم ايوه بيتوب 200. نحن اللي 200 نقعد نمسك في اله هو رسول ولا الجيد رسول؟ ده النفاق. اي زول عمره وصل 60 و70 سنه من مفترض طوالي يتقاعد. امشي شوف لك طريقه بتاع السبحه، امشي شوف لك تقابه، امشي شوف الداير تشوفه شوفه يا اخي، ان شاء الله ما تصلي، انا ما عندي بالك شغله، لكن بس ابعد من جلابيه الدوله دي. يا اخي انت هتقدم شنو؟ انت 80 سنه عمرك او 83 سنه، ومن خشيه السياسه 60 سنه انت في السياسه. استفدنا منك شنو يا زول؟ ما استفدنا منك حاجه. هتقدم شنو انت هسي؟ انت هتقدم شنو؟ انت هسي اليوم فقدت الذاكره، لانه انت الان في شيخوخه. زيك المفروض تتعاملوا معك نفس التعامل بتاع الاطفال اللي لسه، يعني الاطفال اللي لسه ما بلغوا في عمر 12 سنه 13 سنه. انت لا يمكن انك عمرك يكون 80 سنه ونجي نقدمك انا عمري 18 19 20 سنه، لا يمكن. العقل لا يتصور. السودان داير شباب، الدوله السودانيه محتاجه للشباب يقودوها، شباب ما متزوجين، شباب فلوتر ما عندهم اي مسؤوليه بتاع الطفل. مره قالت لك والله يا اخي الليله ما عندنا دقيق ولا بكره دايرين نطحن، وما بعرفوا لك الشرموط كمل، وما بعرفوا لك وانت هامي بتاع اللبن داير منك، وما بعرفوا لك عندك سمايه دايره منك. يا اخي ده ما بيودي السودان قدام، دول ديل ما بيودي السودان قدام نهائي، لانه عنده زول داير نينيا وبيشوف اي مصلحه بتجيب له مصاريف، بيمشي بيتباع. انا الليله بمرق من هنا، ناس بيتي دايرين، وبمرق كده المره دي مثلا بالليل، انه ما في حاجه هي تجيب لك من وين، ما في محل المره تجيب، ما بلومه، انت المسؤول صح. عندك كم جنة هسي زي الشيخ الجيد ده، عياله كم؟ عياله كم؟ داير يقدم لنا شنو الشيخ الجيد؟ او زول اللي بيمشي بكور شيخ الجيد ده ذاته بيجيبه هو عمره كم سنه؟ يا جماعه هوي اسمعوا الكلام ده كويس. لازم نحن نصحى ونخلي الكسل ده نخليه، والحقد الدفين ده نخليه، وقبيلتي وقبيلتك دي اطلع منها، قبيلتك خليها تكون السودان، خليك تكون سوداني. سوداني عندك وطنيه حقيقيه عشان نقدر نمشي لقدام. الان نحن بنعاني، والصراع اللي بنشوفه ده كله نفس المشايخ ديل هم ذاتهم، نفس ديل هم ذاتهم، بس هم ديلك زي هسي العمده اللي كان جالي حميتي داك، عمده الرزيقات داك، ناظر الرزيقات، اللي بيجي بيقول لك والله ولدنا ده هو قائد ثاني قوات المسلحه وقائد الآلة لقوات الدعم السريع، ونحن واقفين مع ولدنا، والدعم السريع ده تابع للجيش، لكن ولدنا ده خط احمر. هسي زي ده مع احترامنا للشرفاء من ابناء الرزيقات كويس، داير اضرب مثل، يعني زي ده هيودي السودان وين؟
يعني هسي زي لكن حميتي قاعد يبيت في الناس ما يقدر ينسى حميتي يقول له الله خدت يا حميتي نحن انت وكود القبيله نحن سمينا انه انت جبت التشادين موجودين في داخل الدعم السريع. نحن انت كود القبيله سمينا انك انت جبت الناس من موريتانيا قاعدين في داخل الدعم السريع، وسمينا انه انت قاعد تشيل الذهب، وسمينا انه انت قاعد تحرب، ونحن شايفينك انت قاعد تودي اطفالنا لليبيا ما بيقدر يقول كلام زي ده. ليه؟ ما بيقدر، لانه نبيه الكلب خوفا من ذنبه. الدولة دي حتودينا من وين؟ ها؟ أي ناس طالعين يقول لك والله نحن كشعب النوبة طلعنا والكباشي ده خط أحمر، ونحن كشعب النوبة ونحن كناس جبال النوبة ما دايرين تاني عربي هناك، ونحن كويس ما في مشكلة. هل أن النوبة دي كلهم قبيلة واحدة؟ نعم، أيوة نعم. هل أنتوا قبيلة واحدة؟ ما قبيلة واحدة. ليه؟ لأنه جبال النوبة فيها 140 قبيلة ب 140 لغة، وجيتوا جزء منكم من سار جنوب تشاد، وجزء منكم من سنتر أفريقيا، وجزء منكم من كمبالا، وجزء منكم جاء من أفريقيا من جنوب أفريقيا. في زمن النجاشي انتوا نسيتوا ولا شنو؟ الأرزاقية بتاع انكم هسه الضباط هسه قاعدين الناس الكباشة بتاع ما جذورهم كلها جذورهم من هناك. دايرين شنو؟ فيجب أن الكلام ده نحن نكون عارفينه. يجب أن تكونوا أنتوا عارفينه كويس. ده لا يمكن يبني دولة، لا يمكن يبني دولة، والخلاف القبلي لا يمكن يبني دولة. أهلنا في جبال النوبة لهم التحية والاحترام من الأبطال من أبنائهم، لكن خلافات القبلية الموجودة والعنصرية الموجودة في جبال النوبة خلت أن جبال النوبة 60 سنة في حرب، لكن ما قدروا يتوحدوا كأبناء النوبة. أبناء النوبة جزء منهم بيكونوا مع المعتمر الوطني، وما جزء منهم كان مع النميري، وجزء منهم كان مع حزب الشيوعي، وجزء منهم كان بيتم قتله وإبادته. صح ولا أنا غلطان؟ لماذا ما توحدتوا أبناء النوبة؟ نفس الإثنية ونفس الاستراتيجية لما حصلت إبادة جماعية في دارفور وتم قتل فوق 1,000,000 مواطن دارفوري، وتم سحق وتهجير فوق 4 مليون نازح في دارفور، و180 معسكر. مشينا في المعسكرات دي كان القاتل واحد، العدو هو كان الجنجويد، والصنع الجنجويد كان شنو؟ المعتمر الوطني أو ما بيسمى بعمر حسن أحمد البشير وقيادات أخرى. القيادات الأخرى دي فيها من كل الإثنيات في دارفور. فهمت القصة دي ولا ما فهمتها؟ لما عملوا حركة جيش تحرير دارفور ورسل دكتور جون جرنج لأخواننا ناس عبد الواحد محمد أحمد النور ومني أركو مناي وآخرين لهم الرحمة والمغفرة، مشوا جوبا قال لهم يا أخي ما ممكن تسموا حركة دي حركة جيش تحرير دارفور، سموها حركة جيش تحرير السودان. فهمت القصة دي؟ رحبوا بالفكرة وعملوها حركة جيش تحرير السودان. لكن هل أنه اتفقوا؟ القبائل تمت إبادتها كقبائل زنجية، تطهير عرقي في دارفور. العدو كان واحد، 4 مليون إذا الليلة قسمناهم 4 مليون نازح والنازحة، إذا قلنا 3 مليون أو 2 مليون و500 ديل من الأطفال والنساء والناس الكبار من عمر 18 سنة لحد عمر 56 أو 60 سنة، ديل أديهم 1,500,000. 1,500,000 ديل في زمن أنهم كان بدل التمرد وتمت عبادتهم، كان الجيش السوداني وميليشياته كلها ما بتوصل 500 شنو؟ 500,000. أديهم 700,000، أديهم 600,000. انشقوا، اسمع الكلام ده كويس، تم الانشقاق لقبليات في داخل المعسكرات، وثم لخشم البيوت في داخل المعسكرات. الحركة بقت أنه من كانت حركة جيش تحرير السودان بقت حركة جيش تحرير قبائل معينة، وفي داخل القبائل خشم البيوت. في داخل القبائل بقت شنو؟ خشم بيوت.
شوية كده الشرذمت من حركتين، كان حركة عدل والمساواة السودانية وحركة جيش تحرير السودان، الآن فوق 186 حركة أو فصيل في دارفور، والقاتل كان واحد. عشان كده لا يمكن القبلية والجهوية والإثنية تبني دولة ولا حتحرر أرض، لأنه العدو كان واحد. معسكر كلمة، معسكر أبشوك، معسكر عطاش، معسكر زمزم، مقسومات بجوا لحركات مسلحة وبالقبائل وبخشم البيوت. ماذا استفادت الناس؟ ما استفدنا حاجة. هل حررنا؟ ما حررنا، لا أبدا، حتى ارتزقنا. في ناس قالوا مشوا شماعة ذات البروج، في ناس مشوا وين. عشان كده يجب أنه نحن، وكلام ده يا جماعة أنا لما قلت ضربت به مثل ما ساكت، ما عم فرق. نحن فشلنا في النضال لأنه ما عرفنا أصلا النضال الوحدة، النضال التماسك، النضال الوطنية. ما دام العدو كان واحد، الناس كان كلها ضرائع يكون واحد، والناس تخط يدينا مع بعض وتحارب المعتمر الوطني أو الحركة الإسلامية أو الجنجويد بقائد واحد. لكن أبدا، أبناء عمومة من إثنية واحدة. أي زول قاعد في ضرب راو، حامد ما داير عمر، صالح ما داير يحيى ما داير أبو بكر ما داير محمد، ويقول لك والله المركز ما خلانا. انتوا اتفقتوا؟ نعم، أيوة نعم، انتوا اتفقتوا انتوا؟ لا، ما اتفقنا. هسي الخلى مالك عقار ده، الخلى عبد العزيز الحلو ده ما يعمل السلام شنو الشرذمه اللي بيمشوا بيملطوا من عبد العزيز الحلو وبيجوا يخشوا في المؤتمر الوطني. مستر ده من شقه مالك عقار ده كرشه زي كيس العتي، الله يمتعه بالصحه والعافيه، من شقه من الحركه الشعبيه، مشى وقع سلام مع المؤتمر الوطني. الله وطني. فهمت كلامي ده؟ قاعد كده كان حاكم اقليم، هو الاقليم ده ادوه مرتين، اداله عمر البشير في زمن عمر البشير. عمل شنو فيه؟ ما عمل حاجه. في النهايه جرى لما جرى قدر رجع لعبد العزيز الحلو، ما رجع، مشى جو معاه منو؟ معاه مستر المخابرات ياسر أرمان. قدموا شنو ياسر أرمان؟ وهو قدموا شنو؟ ما قدموا حاجه. في النهايه جو هم يتفاصلوا، اي واحد عمل حركه براو وقال نحترم بعض. بتناظروا في منو؟ يقولوا والله يا اخي السودان ده لابد انه يكون الحويه السودانيه تتناقش. انتوا لما كنتوا في الخلا هناك هل ناقشتوا الحويه السودانيه؟ ناقشتوها الحويه السودانيه بوين؟ اذا انك انتوا عبد العزيز الحلو ما دايرين تاكلوا في صحن واحد، خليني من الكيزان. هي الكوزنه دي ما فهم، لازم تفهم الكلام ده كويس، عشان انا ما بسيئك بالمناسبه، لكن خلينا نحن نتراجع. الكوزنه دي ما فهم هي اصلا. ما دام انا وانت ما قاعدين نتفق، القاتل ده، الزول اللي بيقتل فينا ده، الهسي بيقتل في السوار ده، ما بنلومه. ليه؟ لانه احنا ما اتفقنا. ليه؟ لانه احنا اشرزمنا. لما جاء ثوره ديسمبر المجيده وعرفوا الثوره حتنجح وقاموا قسموا الثوره دي كيمان، عملوا ما بعرفوا لك منصه اولاد بري ومنصه السواره اسمه الكلاكلا، وعملوا منصه ما عارف بتاعت زنون عملوا منصه بتاعت ابناء دارفور، منصه بتاعت جبال النوبه. القسمكم منو انتوا؟ اما قلتوا ثوره واحده، ماذا اتقسمنا في القياده العامه؟ الخلانا نتقسم لاقاليم ولحركات مسلحه ولشرذمه. شنو؟ القبليه النتنه ما وطنيه. تم بيع الثوره السودانيه وراحوا ضحايا، اطفال، شرفاء، شباب، ناس طاهرين. كان بيقولوا ارفع يدك فوق التفتيش بالذوق. ناس عبد العظيم، ناس كشه، ناس الشبلي واخرين من الكنداكات، فوق 5600 قتيل، شهيد وشهيده. اين هم اليوم؟ اين جسمانهم؟ اين محلهم؟ يعني سترهم وين؟ ما عارفين. منو المسؤول؟ منو المسؤول؟ مسؤولة ما نحن كلنا مسؤولين. لانه انا قبل كده في عام 2019 قلت لك يوم من الايام في القياده العامه دي، قلت لك حيتم تصويرك ويرفعوا صورتك ويتم تصفيتك ويتم بيعك. وين ناس دسيسمان؟ وين ناس شو تايم؟ وين الناس العطبراوي
وين الناس دي؟ الناس دي مشت وين؟ ها؟ هل نسوا كشة؟ مشيتوا وين انتوا؟ ها؟ نفس الكلام، نفس الشغل اللي عملته الناس اللي في الحركات المسلحة بنفس الكيفية نحن جينا عملناه في لجان المقاومة. ونحن كسوار جينا عملنا نفس الكلام ده، وإلا من رحم الله. وين ود عكر؟ ود عكر عارف هنبيع الثورة، كان مات؟ ما مات. نسيت كشة؟ بيقول لك احنا هنموت، ولو متنا الوطن ده والثورة أمانة في رقبتكم. والله يا كشة نحن والله ثابتين لحد هسي، والله يا ولدي ثابتين حتى ما نلاقي الله سبحانه وتعالى. الراية دي هنرفع وحنناضل. قلبتنا الثورة، قلبتنا الأصوات الحزبية اللا إخلاقية، لأنه ما في زول عنده وطنية بيمشي بيشترون بشوية دراهم. قلت لكم يوم من الأيام انتوا كلجان مقاومة حيعملوكم خفرة، سكتوا. واحدين قالوا ده عسكري مجنون، وده كان مرفوض كوس وما بعد. يا أخي انت خلي كوز، انت كلامي اللي بقوله ده معاك كيف؟ قول كوس، استفدني كوس مثلا. كلامي اللي بقوله لك ده كيف؟ صح؟ هاي طبقته ما طبقته؟ اها. ده تسأل منيتا، انت في حركة مسلحة واهلك موجودين في المعسكرات. الليل الناس الموجودة في اوروبا هنا، في فرنسا وايطاليا وبلجيكا وهولندا والنرويج وبريطانيا، على مستوى الدول الاتحاد الاوروبي فوق 5 مليون او 2 مليون اذا صح العبارة، او 1.5 مليون مثلا. ونص 95% من الناس ديل اهلهم في المعسكرات، سواء كان في جبال النوبة او في دارفور او من النيل الازرق. صح؟ هاي اتفقتوا؟ نعم. في طرابيزة القشتينة ما قاعدين نتفق. طبعا كلامنا الناس بيتابعوا والله والله، لكن قال جعتوا وشال المرة ولقيته وشال الحنظلة. انتوا ما قاعدين تعملوا وسطرات مالكم. كلامي مشيل. الوحدة دي وحدة الضمير بالمناسبة. احنا دايرين نتوحد. في ناس بيجي يقول لك حامد انت زمان كنت بتدعم المشروع الافريقي، عارف ليه؟ ها؟ لانه الناس بتاع المعسكرات ديرك الجنجويد بيقتلوهم وما لاقين زول يوعيهم عشان يشيلوا السلاح يدافعوا عن نفسهم. ما يقولوا حكومة تعالي لنا. هسي ما في جنجويد الكلب بيمشي معسكر اوطاش ولا معسكر كلمة ولا اي حاجة. دي كانت توعية، ولازم تكون في قوة موازية مع المشروع العربي بتاع جهينة 1 وجهينة 2 وجهينة 3. ما خلينا زول، عملنا توازن. الان في توازن، وفي ناس ماسكين الخط هنا نفخناه في عام 2018 2019، والان في ناس ماسكينه لحد يوم الليله. بقول لهم التحيه والاحترام. العين ذاته بكوركم منهم كاك ناس احمد كسر حيوي يا كسر التحيه لك كويس. الشغله مشت. الناس استا الليله ده زول بيمشي انه تبن بتاع فول ساقط جمالي ولا فلاتي ولا بقاري كلب بيمشي بيخش في زراعته ما في ماله. دي التوعيه. ما دي التوعيه. وصلت؟ هاي وصلت الرسالة. دافع عن نفسك. وصلت؟ فهمت القصة دي ولا ما فهمتها؟ عشان ما تتخمى انت. ما بتعرفنا. نحن ماشيين كيف؟ نحن دايرين نوحدك. نحن دايرين الوطن يكون وطن. ما انا لا خليت احزاب سياسية دقيتها. نعم ايوه نعم. ادارات اهلية دقيتها. الدفاع الشعبي دقيته. الامن الشعبي دقيته. هيئة القادة والاركان في الجيش دقيتهم. الاستخبارات العسكرية دقيتهم. الامن الداخلي دقيتهم. السفارة الامريكية دقيتها. السفارة الاسوندا الالمانيه دقيتها. السفاره الفرنسيه انا ما في زول ما دقيته نهائي. ليه؟ عشان الوطن. نعم عشان الوطن. وهسي بوريك اي زول بيلعب بالسودان ده طز فيه ارضا بحرا جوا. ما عندنا لك اي حاجه. حمنا الاول والاخير الوطن. دايرين نتوحد. هسي وصلنا درجه انه دايرين نوريك انه انت قلت ثوري واهلك قتلوهم. والقتلوا اهلك ديل منو؟ ها؟ هسي الليله اهلنا في دارفور قاعدين في المعسكرات يقول لك والله احنا مع حميتي ما عندنا مشكله. عندكم مشكله مع منو؟ عندك مشكله مع منو؟ مع المركز. المركز ده هو منو؟ دكتور الترابي مثلا يعني اولاد الترابي، اولاد صادق المهدي مثلا. المركز ده هو منو ذاته؟ اولاد الترابي صح؟ اي كويس. الترابي ده جلابي ولا غرابي؟ غرابي. كويس. قشوا قش ما تجيبوا حي. جلابي ولا غرابي؟ جلابي. لا غرابي. كويس.
اخونا الكباش جلابي ولا النوباوي؟ نوباوي صح. اي صح كويس. القيادات اللي كانت موجوده في دارفور دي من كبر واخرين وسوق المواسير والناس الموجودين في اسم ده في المناطق الغربيه دي من الناس المعتمر الوطني ديل قبائل شنو؟ قبائل زنجيه ما عربيه ذاته، قبائل زنجيه صح؟ اي قتلوكم ولا ما قتلوكم؟ قتلونا. هل اتوحدتوا؟ انتوا في المعسكر، انت زول قاعد في المعسكر وانا وانت في المعسكر والقاتل واحد، انا انت ما نتفق على العدو. ها انا امشي اخذ يدي مع العدو، ها وانت تجي وراي هناك ها تقول انه انا معك وانا ما غاشيك، انا غاشيك. وفي النهايه انا وذاته المعاي داك ينقسم يمشي لخشم بيت الثاني. المركز علاقته شنو بالكلام ده؟ لما المركز هو الشقانه، ما مركز شقاق. انت اصلا ما عندك وطنيه، انت رخيص لانه ما عندك شرف. انت بتمشي بتاخد يدك مع حميتي، انت ما عندك شرف. انت بتاخد يدك مع القاتل، انت ما عندك شرف. انت بتاخد يدك مع الجيش السوداني اللي قتل الشعب السوداني، استورد اكثر من 468 تريليون طن من الذخائر عشان يقتل الشعب السوداني في الجنوب او في النيل الازرق او في دارفور. انت ما عندك شرف، ما عندك شرف. انت لو عندك شرف صح لا يمكن حبوبتك تم اغتصابها وامك تم اغتصابها واهلك تم قتله وتمشي تاخد يدك مع القاتل عشان تاخد شنو يعني؟ عشان تاخد حاكم اقليم دارفور، ولا عشان تاخد حاكم اقليم النيل الازرق، ولا عشان تاخد يعني انت مثلا وزير اتحادي؟ ها ايوه نعم. الصف دكتور خليل في الميدان منو صفى دكتور خليل؟ هل صفوه الشويقة؟ هل صفوه الجعلين ولا الجلابة؟ لا ابدا، صفوه الزغاوة. نعم ايوه نعم، صفوه الزغاوة. دكتور خليل الله يرحمه صفوه ابناء الزغاوة واولاد اخواته وتم قتله. منو كان المستفيد؟ مين اللي قتل دكتور جون جرك ده؟ ما بيور. هل قتلوا الشماليين؟ دكتور جون جرك صفته الماسونيه، لكن بايادي منو؟ بايادي سلفاكير مياردت واخرين عشان يقسموا الجنوب، عشان ما دارين الوحده الوطنيه. ماذا قدم سلفاكير الان في جنوب السودان؟ قدموا شنو؟ ما قدم اي حاجه، كلهم قاعدين ارزاقيه. يجب ان تعرف القاتل حقك ده قاتل، القاتل حقك قاتل، ونحن بنخون بعض. انظر للمؤتمر الوطني اللا وطني لما جه سنه 89 معاهم بيو كوان، معاهم زبير محمد صالح، معاهم كم وين الناس ديل؟ معاهم ناس شمس الدين، منوس قتلوهم؟ قتلوهم هم ناس الكباشي ديل، قتلوا الناس ديل. قتلوهم عشان شنو؟ ها؟ دكتور بيو كوان تم تصفيتهم 1992، قتلوا ليه؟ دخول 93 ليه قتلوه؟ في 93 كمان قتلوا ليه؟ ما جا معاهم سوا وجو في الثوره دي وعملوا وزول في مجلس قياده الثوره، قتلوا ليه؟ الخيانه صح؟ اي ما خيانه. صفوا شمس الدين ليه؟ خيانه. الحركات المسلحه الان الحسي بالشوفه دي انشقت ليه؟ خيانه في بعضها البعض. طيب كويس، دوله فيها 1000 حزب، فيها 1000 حزب وفيها 120 ميليشيا عسكريه وفيها 300 حركه مسلحه، دار تعمل لهم وفاق كيف؟ نعم ايوه نعم، دار تعمل لهم وفاق كيف كده؟ والناس اللي قاعدين في المعسكر ما متفقين، ما متفقين في المعسكر. في المعسكر ما متفقين. في المعسكر بيجيبوا صف للدقيق، بيجيبوا صف للدواء، بيجيبوا صف لكل شيء وللمويه. يا اخي بالمناسبه للمويه دي انا بحيي اخوتنا استاذه مستوره في الولايات المتحده الامريكيه والمنظمه حقتها وكل من ساهم معاه. يا اخي لها التحيه والاحترام. الناس دي قاعدين يقدموا سنين حاجات جميله جدا لناس المعسكرات، بالذات معسكرات شرقية تشهد.
باقات المويه، حاجات كتير جدا، صيانه ابار. يا اخوانا الله بحييها من هنا، تحياتنا لها كتير يا اخي. دي مثاليه، نديها سلام، تحيه سلام. هي واخرات من السودانيات كان جات اجازه، بتذكر في عام 2020 مشت نياله ومشت المعسكرات ده وعملت شغل كان كويس. عملت للمرأة النازحه دي كيفيه انه تصنع الصابون، مصنع بتاع صابون عشان تقدر تطلع مصاريفها. وكانت برضه بدري متابع معاها، كان في عام 2019 2018 2019 كان بتعمل حاجات برضه مع نساء في شرق تشاد، كيفيه انه المرأة تقدر تنتج. بيعملوا الكوانين الصغيره دي بيبيعوها، بيعملوا ازيار، بيخلوهم انه يعملوا حاجات تانية، بيعملوا حاجات جميله. شفت كيف؟ شفت نحن يعني، شفت الحاجه الجميله دي. ها، والتحيه للمراه السودانيه. كميه من النساء السودانيات في امريكا وهم من الشمال وحدات من الشرق، لهم تحيه سلام من هنا، قدما ما فيه الكفايه لغرب دارفور. بعرف أنا مرأة واحدة بختلف معها سياسيا لكن ما إخلاقيا. مرأة واحدة كانت ماسكة 36 أسرة في زمن كرينيك. وحياة من هنا دكتوراه حياة، تحية ليها بصراحة كده. مهما نختلف معك سياسيا لكن لا يمكن نختلف معك إخلاقيا. الجميل جميل بالمناسبة، والله الثورة دي في حاجات كثيرة. ناس نسيب الانصراف عمك عبد الله واخرين، ناس كتار نحن بنعرفهم كان بدعموا الاسر الموجوده في دارفور دي. شغل ثقيل جدا، حتى الصيانه بتاعت مستشفى بتاعت اسمه ده الجنينه، الشغل كان تم. ده ما كان شغل قبلي، ده اللي هو ابناء الجلابه ذاته. لكن تعال نشوف نحن ابناء دارفور عملنا شنو. نعم ايوه نعم، تعالوا يا الرجال، عملنا شنو نحن؟ قدمنا شنو؟ عملنا مستشفى، صننا مستشفى، عندنا صندوق. ما تقول لي عندنا صندوق بتاع قبيله، انا بتكلم كابناء دارفور. انا شغلك الجوع في بيتك ده ما يحتمل معه شغله، انا بتكلم في ابناء دارفور. هل انه شوف، رابطه ابناء دارفور في الجامعات والمعاهد العليا عندها 4 مليون نازح ومليون شهيد وشهيده. ما توحدوا في جامعة الخرطوم أو في شارع المين أو في جامعة السودان، عملوا مثلا صندوق لدعم شنو؟ معسكرات دارفور، أو ربط نسيج اجتماعي للنازحين في المعسكرات، رغم أن نسبة 85% من أبناء المعسكرات اتخرجوا من الجامعات. لكن الحقد الدفين بتاعت الأسر والحقد الدفين الموجود القبلي ده ما خلى الناس مشت لقدام. أنا بعتذر لك أنك أنت قاعد في المعسكرات صحيح، لكن هل أنه أنت القاتل بتاعك ما واحد؟ ليه ما اتفقتوا؟ ما اتفقتوا ليه؟ ليه ما نتفق؟ فهسي لما نجي نقول والله الجنجويد مسكوا الدولة، والله ناس سلام جوبا باعوا الدولة، نحن اتفقنا؟ نعم أيوة، خلينا ناس سلام جوبا قوم. نحن اتفقنا؟ ما اتفقنا، يبقى ما خلينا نتفق. نحن خلينا نتفق في الشارع ده، سلام جوبا شنو والجيش شنو عفن شنو. اتفقنا احنا كسوار؟ ما اتفقنا. ما اتفقنا. ما اتفقنا ليه؟ ما اتفقنا. ما لنا اي زول قاعد في محل براو. راجعت نفسك، راجعت نفسك، ليه قاعدين كيمان؟ هل أن الوطن ده ما واحد؟ الناس استشهدوا ديل ما واجئننا، لماذا ما قاعدين نتفق؟ تلقى الديسمبريون يقول لك احنا كديسمبريون برانا، متاريس الغضب براهم، ملوك الاشتباك براهم، الكلاكلا شنو ما بعرفوا لجان المقاومه براها، لجان مقاومه الكرري براهم. القسمكم منو انتوا ما قلتوا سوار ديسمبر؟ طيب سوار ديسمبر دي ما تكون قوه كلها اسمها سوار ديسمبر، قوه واحده. الهدف شنو؟ الهدف واحد. اتكومتوا ليه؟ لا ما عملنا لجان تسييريه يا زول، دي لجان سياسيه. نعم ايوه نعم،
ايديولوجيه. لما نيجي يعملوا، لما دايرين تعملوا مؤتمر صحفي او تعملوا مثلا يعني وثيقه تقروها للشعب السوداني، تقولوا جزء من اللجان المقاومه ما زال نحن منتظرينها ولسه ما عدت رايها. بالله هو الشغل اللي انت عملتوه براكم ولا هنا؟ لا، ما نحن عملناه ورسلنا لهم يتاخروا. اشتغلتوا طوال، هم يتاخروا اشتغلتوا هاي ما خلاص. عشان كده ناس سلام جوبا برضه رسلوا رساله لعبد العزيز الحلو وناس حامد يعقوب واخرين اتاخروا، عشان كده عملوا سلام جوبا. والله انت ما انا قلت لك حاسب نفسك يا مان، حاسب نفسك يا مان، حاسب نفسك كده. اقعد هسي يا اخواننا في الحاج يوسف، نضرب لك مثلا سكان الحاج يوسف من مربع 5 جنب الاشلاك هنا لحد حريكه او لحد عيد بابكر مثلا، للناس اللي ما بتعرف الحاج يوسف كده، فهمت؟ كلهم ساكنين في 216 متر. اي بيت ازيد من 216 متر ما في. مربع 5، مربع 6، مربع 8، مربع 10، دار السلام ما بعرفوا ليك، و كوسوفو شنو ما بعرفوا ليك، كلها الكلب باشوف. بيتفقوا ما بيتفقوا. يوم لما مني جا في ناس مرقت مشت لي مني. والله حاكم اقليم دارفور بدل يقول انه انتوا يا اهلي انا عندي مشروع في دارفور ونحن كابناء دارفور، ونداي انا كحاكم اقليم دارفور الان عملت المنبر ده لابناء دارفور، الناس اللي عندها المال اللي عندها الخبرات الان تعالوا دارفور، تعالوا عمروا دارفور ويتحركوا الى دارفور ونعمر دارفور. لا جا قال نحن اللي عنده لنا حاجه اللي مريقه برا والدائره اللي طالع لنا في الخلا. وانت الخلق النافع يجيد ليه يا من؟ الخلا لو نافع يا اخي مني جيد ليه يا ابو كريفتة الحمراء. في واحد كان هسه يقول لك ولا انت مني بس ما تدوروا. ما بدور هاي. داير عملوا ملاتقه لي انا. دول طبعا اخواننا واحدين برضه في فرنسا هنا بيزعلوا مني شديد خلاص لما نابش مني او جبريل او ناس حركات السلام دي. والله هعمل انت ما تدورنا بس انا ما قصر ما دايركم، ما قال انا معكم كشتيره. دار اوديك وين انا بتكلم بالسياسه يا اخي، انت حبيبي يا ما ادورك، انا عندي شنو غيرك؟ ما عندي حاجه، لكن انا داير انا وانت وغير ديل نصحوا عشان اهلنا ما يكونوا قاعدين في المعسكرات. انا استغرب هذول اهله قاعدين في المعسكرات ويحب له واحد ارزقي زي اردول ومناوي وكباشي وما ادراك ما الكباشي. واخرين ناس مريم الصادق وفاطمه الصادق وما بعرفوا لك اسره الهندي، وانت فاهم القصه. واسره ناس ما بعرفوا لك دكتور حسن عبد الله الترابي واخرين والناس دكتور مصطفى اسماعيل دوت خالي. انت فاهم حاجه؟ وهي الطفيليه البرجوازيه ذاتها. زول جابوا كبير مساعدين رئيس الجمهوريه وبعد شويه شال بوجج وجرى، وهسه يقول لك تعالوا لنا بالبوجج، تعالوا لنا بالقفف، تعالوا لنا بالحاجات. يا اخي انت خرفانك ده هسه وديت البوجج للاماراتيين دول مراجين منك الباسم يا مان. يا مني يا اخونا وي عرق الجيش ترى السودان يا كاميرات مني ده ما دايرين منه البواسم يا اخي. هسه مبارك نودى للناس دي الكوارع ساقي كده، كان السنغاليين دي كان قلبوا الجماعه دي. انت فاهم القصه؟ ما تتملص عشان كده ما تسوي لنا وجع. نحن دايرين، انا بحبكم شديد والله، لكن بس شنو ما في زول يجي يقول والله تحياتنا لاهلنا النوبه، تحياتنا لاهلنا الشماليين، تحياتنا لاهل الوسط، تحياتنا لاهل الشرق. والله انا عافي لكم يا اخي، عفوا لي. انا بس بتونس عشان الوطن، ما عندي معك حاجه، ما عندي اي شيء والله. حاجه في قلبي ده لزول ما عندي. فهمت القصه دي ولا فهمتها؟ لكن بس داير اوريك انه الوطن ده لا يمكن يتجزع، لا يمكن. الوطن ده نقعد نتكلم ونكذب وننافق. لا الوطن ده بتبني بالتسافر بالتعافي، بتبني بالنيه الصادقه. انمي النيه الصادقه دي في قريتك، في بيتكم. نظف بيتكم من العنصريه، نظف بيتكم من الجهويه، نظف القريه بتاعتك من العنصريه، نظفها من الجهويه. اعمل ربط نسيج اجتماعي خاص بيك انت في قريتك، خاص بيكم انتوا في القريه. اعملوا بعد ذاك الناس تعمل نظام جمعيات كبيره جدا، جمعيات توعويه.
اخواننا الخريجين بتاع علم النفس يمشي يقعدوا مع الناس يعملوا منابر التوعيه، يوعوا الناس، يوعوا الامهات والاخوان، يوعوا الناس الكبار الشباب المكنكشين في المنابر ديل. الواحد فيهم يلا عامين بيطلع المنبر يقول لك بسم الله الصلاه والسلام على رسول الله. هو يا زول انت ما تنزل معاش يا زول؟ لا انا ما بصلي بالناس، انزل معاش، ادي فرصه للشباب في الصلاه. في الصلاه دي انت له عامين بالدنجر، يعني هتعمل غضروف للمنون للشاب ده ذاته اللي بيصلي وراك ده، انت بتعمل له غضروف لانه انت لياقتك منتهيه. والله العظيم انزلوا معاش يا ناس الكبار ديل، استهوا من انفسكم، انزلوا سلموا الدوله للشباب، انزلوا من المنابر. انتوا لو اصلا كنتوا نافعين وكنتوا صادقين وكنتوا امنين، الا من رحم الله طبعا، ما كانت في عباده جماعيه في جمهوريه السودان، ما كانت في عباده عباده جماعيه في جبال النوبه ولا النيل الازرق ولا شرق السودان ولا في دارفور. يلا شنو يعني؟ دارين تتكلموا واقفين لنا في المنابر 24 ساعه، كذابين. وطبعا كلامي ده للمنو؟ للائمه المنافقين. في ائمه نحن كنا لهم كل الود والاحترام. انتوا نفاقكم نفس نفاق ضباط الجيش الا من رحم الله، والاجهزه الامنيه كلكم. انتوا كلكم تمشوا في سله زباله واحده. عشان كده الثوره للشباب. الناس خليها تشوف محل المعاش بتاعه وين. انك حاجه اجيب مع الشباب دي اسندهم، اما كجيت امشي اشوف لك محل بتاع تربيه او يشوف لك مصحه امشي اقعد فيها، انت ما تنفع. اما كالمرقني ده يا اخي ربنا يشيلك الليله قبل بكره يا اخي. نحن اللي 200 نقعد، يعني نقعد نربي في العجايز. انتوا بتموتوا 200، ما جاتكم كورونا؟ فنحن محتاجين انه كشباب الموجود الان في السودان محتاجين من الاطباء بتاع التخدير والاخرين، دايرين تعملوا لنا ماده معينه كده ان شاء الله تستوردوها من امريكا باي حاجه. السودان ده ما دايرين فيه من عمر 60 ده كله ما دايرينه، كله ما دايرينه. يعملوا شنو؟ يموتوا. كيف يموتوا؟ عديل موت الواحد ده. انا والله كالرئيس على الحلال جد بقتلكم جد، ما بتنفعوا لانه عقولكم غير عقول، غير يعني ما بتنفع مع الشعب السوداني. عقولكم دي عقول بايته. والله كلامي صح، وكلام ده انا بقوله والله العظيم صادق فيه. يعني انا لو ماسك جمهوريه السودان ده والله زول عمره 60 سنه او 70 سنه بيطلع المنبر ما في، والله تنزل معاش يا زول. وين ما تمشي تنزل معاش يا زول، امشي انزل معاش. شوف مع المشاكل وين، شوف مع الوجع الركبه وين، شوف مع السكري حقك وين، شوف علاج الضغط بتاعك وين، شوف مع العيالك وين. امشي شوف لك مع المناسبات، مع السيوانات وين. مالك مال الدوله انت، مالك مال الدستور. توحدوا اربطوا كلامكم. انت ربطت كلامك مع منو؟ هسي انت يا شيخ الجد امانا تجيك الليله قبل بكره ويجيك ملك الموت. هسي الشغل اللي قاعد تعمله ده برضي الله؟ برضي الله ولا برضي الكيزان؟ ده الكلام الناس تنتبه له كويس. الناس تنتبه. وبناية الوطن ما داير مجاملة. الوطن ده ما فيه ده كبير ولا ده صغير. زول ماشي صح نشيله في راسنا، زول ماشي خطأ ندقه، زول ماشي عنصري نجي نقرنب ونقول له عنصري ما بتوديك لقدام. لكن ما في زول يطلع في لايفه جلابة كتلونا. جلابة كتلوكم انتوا كم؟ 4 مليون. اتفقتوا مع بعضكم؟ حاربتوا الجلابة؟ لا ما اتفقنا. منو منعكم هنا؟ ما كده سؤالي لك، المنع منو انت عشان تتفقوا تكونوا يد واحدة؟ مليون جندي كده ده يد واحدة كده وتقولوا للجلابة نحن تاني ما في زول يقتلنا. توحدتوا؟ ما توحدنا. المنعكم منو؟ منعكم؟ لكن العبودية العقلية ما حقت الليلة.
من قبل 4 مليون أو قبل 4 أقصد، أو قبل 100,000 سنة أو 200,000 سنة، جدا الزمان الأفريقي اللي بيبيعنا ذاك، اللي بيبيعنا لناس اللي بيودينا باتجاه النجاشي هنا، بيبيعنا في البحر، بيبيعنا للدول الآسيوية السعودية وغار عبيد، وبيحجرونا لأوروبا هنا عبيد، وبيبيعونا في أمريكا عبيد. أسي ناس الدول الجمايكا وشنو ما بعرفوا، أمريكا الجنوبية، أمريكا بتاع ناس السود ديل مشوا كيف؟ مشوا كلهم مشوا عبيد. ملايين من الأفارقة. الآن عندنا هسي في فرنسا أنا قاعد في تماثيل بتاعت شنو؟ بتاعت عبيد. نحن ذاتنا امشي تلقى حبوبتك زرقاء كده قاعده والله يكرمك عريانه وطفلة تحتها ويقول لك في حريه. وين هذول؟ ديل كانوا عبيد والسلاسل بتاعتهم مربوطه. رايك شنو انت؟ يعني رايك شنو انت لما تكون ماشي، انا حامد ده اكون ماشي كده القى صنم، صنم افريقي، ولسه الجنازير والكوره بتاعت اللي بيدوا فيها الاكل دي قاعده تحت، اول قرعه اول كاس قاعد تحت، وحفيان وعريان وطفله تحته والمرأة جنبه، وسايقينهم كلهم بقيت واحد كده، ولما نعاين لهم كده يقول لك ده تمثال. تمثال ده بتاع منو؟ منو جاب الناس ديل هنا؟ العمده والشيخ زمان تحت الناظر ديل، الشرطات ديل الباعونه صح؟ هاي لما مشيت المعسكرات الشرطات ديل شتتوك. نعم ايوه نعم. يعني نعم شنو؟ يعني تشيل الصوت بتاعنا اي زول والشرطات تمعطوا نمن دحروا ده يبقى دم. انا داير منه دين وانت داير منه دين. ديل يعني بشنو؟ ديل بالواضح كده، ديل المعرصين الكتالونة احنا بالواضح كده بدون اي دس. عشان كده انا ضد الادارات الاهليه تماما، لا اتفق معها تماما، اني لا نظره بعيده جدا. زعلان مما كانوا بودوا الناس. الود بلال هناك منو كان؟ البلال بيخطوا له حجر هنا بيقول احد وبدقوه. كان الباع بلال منو الباع بلال؟ منو الباع بلال؟ الزول الابيض ده ما انت خليته هو اللي استعبدك، ما انت قاعد كان تبيع العقليه دي. احنا طلعناها برا ما طلعناها؟ لو كان طلعناها برا كان ما ساقونا دج. هسي سايقيننا دج، هاي سايقيننا دج بالقبليه، ونحن كلنا عند الناس ديل عبيد. وثرواتنا في افريقيا والموارد واليورانيوم والمغنيسيوم والدياما زي ما بقولوا الماس والغيره كله بترول للاخرين. فاهم القصه؟ هاي فاهمها كويس، ناظر لها كويس. هاي خلاص اطلع من الاداره الاهليه، اطلع منها نتنه، اطلع من حاجه اسمها اداره اهليه نتنه اقعب من عمر البشير. لانه اي زول اي زول من داخل الادارات الاهليه السلاله حقته دي من السلطان والناظر، الناس دول ارتكبوا جرائم ما يعلمها الا الله في حقنا، في حق الاخرين، في دارفور، في كردفان، في جنوب كردفان، في النيل الازرق، في وين، في مروي، في وين، فراعنه. انت نسيته ولا شو؟ كوسوفورو ده انت نسيته؟ صلاة سلطان الداجره ما كان بيحفر الجبل ده كله عشان يمشي يتزوج مره واحده بس، الجبل ده يشيلوا منه مكردوس لحد ما يودوا جبال النوبه. داير يرفعوا كيف؟ بيني وبينك كده بعد ما يرميوا هيكون ابرحه، يعني يكون زي ابرحه، يجيب الفيله ويشيل الجبل ده من هنا ويوديه جبال النوبه هناك. دي العقليه كده. اتكلمت تقول لا لان احنا ما القبائل العصيله. يا زول ابرك اصيله بتاع شنو؟ اصيله على منو انت؟ ما كلنا قبائل اصيله. فاهم القصه؟ الاصاله كيف؟ الاصاله تحرير العقل. ما انت افريقي وانا افريقي. هسي الليله لكن واحد تاني، يعني هسي انا ده الليله حامد اللي بتكلم ده كويس من القبائل العربيه او من الشمال، بس لو كنت من دار محس هناك او من دنقله او من حلفه الليله كان ردمتوني يا جلابي يا كوسه يا جلابي. لكن ابدا الحكايه ما كده. الحكايه انا معك، انا هو ذاته، هو انا ذاته معك بس من دارفور دي، فهمت؟ وافريقي معك، وتم بيعنا وتم قتلنا، لكن انا حررت عقلي من 92 ماشي بتحرر تحرير واسع جدا، ما تحرير ضعيف. لا ما بننساك بسهوله. فالمجارمه ديل عملنا لهم كراس كده او كتاب، جبناهم وخطيناهم في سله واحده،
خطيناهم في سله، ولما جاء الانترنت ده جينا قلنا احنا نوريك السله دي، القمامه دي المفروض تدفن وين؟ اول فيروس المرض ده المفروض نحفر له عمق قدر شنو عشان ندفنه في السودان، عشان نطلع من القبليه. ده انا وانت جي شرحت لك، قلت لك العبوديه والقتل والتحجير بيع الابيد ما بدا من امس، ما جاء اول عرب، قبل العرب ما يجي افريقيا كان موجود. من منو؟ من السلاطين. بدل كان يبيعوا النمر، يبيعوا الذهب، يبيعوا الحديد، يبيعوا الفيله، يبيعوا الزراف، الحيوانات الكثيره الموجوده دي كان بيبيعوا قته. بيبيعوا قته ده لا تقول شنو؟ كم ألف كم مليون في السنة بيتم بيعهم في أفريقيا لأوروبا، ولا أمريكا ولا كندا ولا دول الخليج. كم ملايين. منو المسؤول؟ السلاطين. ديل هم ديل الشتتوكل في المعسكرات، وانت هسه قاعد في معسكرات غرب دارفور، والسلطان حقك بتاع دار المساجد قاعد في عماره فوق في الجنينه بيقول لك والله ما شاء الله الدعم السريع ده وفر لنا الامن. شفت ده ها شفت ده كويس. وامته كلها في المعسكرات، كل ابناء المسرح في المعسكرات. فهمت؟ ده اكبر جنجويد، وده الجلابي بتاعك ذاته، لانه ده جلادك. كل ما تقعد تقول السلطان بهر سلطان بهر بتاع شنو؟ سلطان عمر، سلطان هارب الفرنسيين يا دول. ولا سوا في حاجات تانية. تحياتنا لك كتير يا اخي، كونوا بخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.